التلفزيون على الصحافة، ونبدأه بجريدة الشروق التي أوردت مقالا تحت عنوان فتاة تتعرى في الشارع في بنزرت، إذ تفاجأ تجار رحبي بورقيبة وبعض المارة بمرور فتاة في عقدها الثاني شبه عارية، مشهد أصاب المارة بالذهول، خاصة وأن الفتاة لم تبدو عليها مظاهر الارتباك. جريدة الصباح من جهتها كتبت: بعد زيارة أردوغان إلى تونس والجزائر والمغرب مضاعفة قيمة الاستثمارات تركيا بتونس 50 مرة. كما أشار المقال لاحتمال أن تعطل البيروقراطية والتعقيدات الجبائية استقطاب رؤوس أموال جديدة في البلاد التونسية، وأن أهم النتائج العملية لزيارة أردوغان هي الاتفاقيات الاقتصادية والإعلان عن كم هائل من نوايا الاستثمار التركية الجديدة. جريدة التونسية نقلت: وزير التجارة سنفتح باب توريد علوش العيد بصفة مبكرة وذلك للضغط على الأسعار. وتعكف مصالح وزارة التجارة على إعداد كراس شروط بالتعاون مع وزارة الفلاحة لإسناد صفقة التوريد. من جهتها جريدة الصريح كتبت: منعرج خطير في الشعانبي، إذ أكدت أن القسرين تعيش على وقع تواتر الأحداث الدامية والتطورات الخطيرة، وما زال الشعانبي ينطق ألغاما ويتكلم انفجارات. في الشأن الدولي، القدس العربي أوردت مقالا بعنوان: الجيش اللبناني ينبه من مخططات لاستدراج البلاد إلى حرب على خلفية الوضع السوري وتزايد الأحداث الأمنية المرتبطة بالنزاع السوري في لبنان، مؤكدا أنه سيقابل السلاح بالسلاح. نفس الصحيفة كتبت: الجيش الأردني يحبط تهريب أسلحة من سوريا إلى المملكة، والأردن يوجه إنذارا نهائيا لسفير دمشق لتجاوزه الأعراف الدبلوماسية. من جهة أخرى كتبت الشرق الأوسط محللون: أمريكا تهدف إلى وقف صادرات إيران من النفط بالكامل، إذ أن مشرعون أمريكيون يسعون للتوصل إلى اتفاق لتوجيه ضربة أكبر لصادرات طهران. وأوردت مقالا آخر بعنوان: مصر تتجه لإنشاء خط ملاحي يربط منبع النيل بالبحر المتوسط للحد من آثار السد الأثيوبي. وأكدت الحكومة المصرية أنها ستتعاون مع تجمع نيباد لدول شرق إفريقيا لإنشاء أول خط ملاحي يربط بين محطة فيكتوريا والبحر المتوسط عبر نهر النيل. في الشأن الرياضي، الشروق نقلت: النادي الإفريقي الهيئة تتكتم وتنفي الاتصال بالدراجي. بالتثبت تأكد أن الهيئة متكتمة على هذا الملف وأصبحت حريصة أكثر من أي وقت مضى على عدم التصريح إلا بعد أن تصبح عملية الانتقال رسمية. وكتبت جريدة الصريح: صابر بن خليفة يتخلف، إذ سافر وفد المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم إلى السيراليوني في رحلة خاصة، والمفاجأة الغير سارة تمثلت في عدم مصاحبة المهاجم صابر بن خليفة.